بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. احنا النهارده هنعمل قطع الفراخ مشويه في الفرن بتتبيله عطريه جميله جدا جدا بالاعشاب العطريه. ده طبعا فراخ مغسوله ومنقوعه ومش ظبطه ومتفتحه كده بالسكينه، معمول فيها فتحات بالسكينه من هنا، شايفين في اللحم كده علشان التتبيله تدخل فيها. انا عندي بقى التتبيله بتاعتي ايه؟ اعشاب عطريه عباره عن نعناع، ريحان، روزماري. انا ما كانش عندي زعتر فريش، جبته جاف، وملح وفلفل. اكتر من كده مفيش. دي ليه انا معتمده هنا على التتبيله الاعشاب العطريه، بتدي طعم وريحه جميله جدا جدا. انا اللي هعمله دلوقتي هفرم الحاجات دي في الكبه مع الملح والفلفل، وبعدين نيجي نتبل بها الفراخ. فرمت التتبيله مع الملح والفلفل اهي. همسك بقى ايه، هتبل تحت الجلد واحاول ادخله كده في الفراغ، في الفتحات اللي انا عاملاها، وفوق الجلد. يعني معنى كلامي بتبلها من كل ناحيه تشرب من الحاجات العطريه الجميله ديت، من فوق ومن جوه ومن تحت. شايفين كده بالمنظر ده كده؟ خدت التتبيله معايا من كل مكان، تشرب من الحاجات العطريه الجميله، الاعشاب العطريه دي من هنا ومن هنا ومن تحت كمان اهو. اذا كده هخلص بقيه كميه الفراخ بتاعتي، ونسيبها ساعه او ساعتين او ليله، وبعدين نحطها في الفرن بدون اي زيوت، بدون اي حاجه. هي تسوى تبقى في منتهى الجمال. تبلت الفراخ كلها، هسيبها دلوقتي بقى ايه، ساعة 2 حسب وقتك، عشان تشرب من التتبيلة الجميلة العطرية دي، وبعدين ندخلها الفرن. حطيت لها كوباية مية وهدخلها الفرن علشان تستوي براحتها، لان هي ما فيهاش اي سوائل خالص. ما شاء الله الفراخ، شايفين وجمالها وريحتها حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنحطها في طبق ونقدمها مع بعض.